استناني نقول لك شنو هي مشكلتي انا مع الاعلام. خلينا نشوفوا فيتيار على علاقتك بالاعلام. ما تفهمش تيفير، قول تقرير وتلفزي خلي الناس لا تفهم يا اخي. ماشي في بالك المواطنين في الاحياء يعرفوا تيفير، يحترموا اللغه العربيه ناس. بليتو مواقف سياسيه من الاعلام. بليتو ايش معناها بليتو؟ كلمه بليتو تتقال شنو؟ اختي اختي في دوز ما تفهمش بليتو. سيد الرئيس اختك سي تعلمها الكلمه تلمو نستعملوا فيها. لا تعرف بليتو، لا تعرف تيفير، لا تعرف سي. فرصه باش تتعلم. لا ما تتعلمش انت، تعلم لغه التوانسه. تفضل. واضح. باش نشوفوا فيتيار على مواقف سياسيين تقرير من الاعلام. باش نشوفوا تقرير تلفز. تقرير باش يولي درس في اللغه العربيه. لا طبعا نعطيك درس. انا سنشاهد يا سياده الرئيس. يا سيد الرئيس انا متفرنس اكثر من اي انسان، انا لغتي فرنسيه الى اخره، لكن انا بالنسبه لي اللغه العربيه هي لغه الام، لازمنا نحترموها، لازمنا نتكلموا بها. في الدستور التونسي يقولوا اللغه العربيه هي لغه. يا اخي خلينا نحترم. ثم بلاد ما تحترمش لغتها. تتصور انت في التلفزه الفرنسويه، سامحني، تتصور في التلفزه الفرنسويه يخليوا واحد يجي يتكلم باللغه السوقيه في فرانس كولتور ولا فرنسا، تصور في البي بي سي واحد يخليه يتكلم. علاش نقول لك هالكلام هذا اللي انا قاعد نسمع؟ ما عادش نسمع الراديوات من كثره الكلام هذا. يا سياده الرئيس، نعم، سنقدم لك تقريرا. تفضل. باللغه العربيه الفصحى ان شاء الله، حول مواقف لا باللغه العربيه المفهومه حول مواقف سياسيين من الاعلام بامضاء هيفاء زهيوه، ثم نعود.